توفي الشاب بالقاسم البالغ من العمر 30 سنة إثر حريق مأساوي اندلع داخل محل بباب القنطرة في قسنطينة في حادثة أليمة هزت قلوب الجميع. المكان ما زال شاهداً على آخر لحظاته بجدران محترقة وصمت ثقيل، لكن الألم في القلوب أكبر من أي وصف. بالقاسم كان من خيرة أبناء المدينة، معروفاً بطيبته وحبه للخير ومساعدة الناس. رحل جسداً وبقي أثره وذكراه حاضرين في القلوب. ما أصعب أن ترى المكان وتغيب الروح، وما أقسى أن تبقى الذكريات وتفيض الدموع. اللهم اغفر له وارحمه ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجعل مثواه الجنة، وارزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.